يبدأ الفيلم بشاب يدعى تشول يشرب الماء بنهم شديد وكأنه لم يشرب منذ سنوات طويلة. وسرعان ما نكتشف أن هذا الشاب مدمن مخدرات وتاجر لها، وقد تم القبض عليه. وبسبب إدمانه يتصرف بطريقة غريبة، إذ يأخذ زجاجة الماء من الثلاجة ويظل يشرب منها باستمرار، ورغم ذلك لا يشعر بالارتواء مطلقا، فيضطر رجال الشرطة إلى إحضار مشروب بارد له. الضابط المسؤول عن التحقيق مع تشول يدعى كو، لكنه لا يتمكن من الحصول منه على أي معلومات، لذلك يستعين بشخص يدعى ليه ليساعده في التحقيق. يبدأ ليه بالتحقيق مع تشول، لكن تشول يفقد أعصابه ويرفض الكلام، ويظهر رغبة شديدة في الخروج بأي وسيلة. عندها يعرض عليه ليه صفقة، الإفراج عنه مقابل أن يساعدهم في القبض على عصابة من تجار المخدرات. يوافق تشول على الفور من أجل الخروج، وكما هو متوقع ما إن يخرج حتى يختفي من ليه ويعود إلى عمله كالمعتاد، معتقدا أنه قد خدعه. لكن ليه يتمكن من الوصول إليه ويقول له معاتبا: ألا تخجل من نفسك؟ لا اتصال ولا حتى رسالة منذ أن أخرجتك من السجن. هذه ليست أخلاقا حتى بالنسبة لمدمني المخدرات. ثم يحاول ليه القبض عليه مرة أخرى ومصادرة المخدرات التي بحوزته، فيضطر تشول إلى التعاون معه هذه المرة حتى لا يلقى القبض عليه. وبالفعل يقوم تشول بتسليم تجار المخدرات الذين يعمل معهم. تحاول الشرطة نصب فخ لهؤلاء التجار، فتتوجه إليهم وتصطدم بسيارتهم وتطلب منهم النزول بحجة تعويضهم عن الأضرار. لكن بما أن هؤلاء التجار أصحاب خبرة في الملاحقات، يدركون أن ما يحدث فخ، فيفرون بسرعة. تتجمع الشرطة حول السيارة ويصعدون فوقها ويحاولون تكسيرها رغم أنها تسير، وتتحول المطاردة إلى مطاردة عنيفة للغاية. طوال هذا الوقت يقف ليه يراقب المشهد وكأنه يشاهد فيلما سينمائيا، وفي النهاية يتدخل ويقود سيارته ويصدم سيارة تجار المخدرات مرارا حتى يدمرها تماما ويتمكن من القبض عليهم. بعد ذلك يأخذ ليه تشول إلى القسم ويمنحه ورقة تضمن له عدم القبض عليه مقابل استمراره في مساعدته في الإيقاع بمدمني المخدرات وبقية تجار المخدرات. يفرح تشول كثيرا لأنه أخيرا سيعيش مرتاح البال، ويبدأ بإعطاء ليه أماكن المدمنين والتجار ويسلمهم واحدا تلو الآخر. وهنا قد تظن أن الضابط الذكي قد نجح في الإيقاع بالجميع، لكن المفاجأة الصادمة هي أن ليه ليس ضابطا من الأساس، بل هو في الحقيقة شخص كان مسجونا. ولتوضيح الأمر يعود الفيلم 3 سنوات إلى الوراء في مشهد فلاش باك. كان ليه يعمل سائق تاكسي بسيطا، وفي أحد الأيام استقل معه تاجر مخدرات. لاحظ التاجر أن ليه شخص بسيط، فقرر استغلاله، وترك لديه حقيبة مليئة بالمخدرات، وطلب منه أن ينتظره في السيارة، كما اتصل بالأشخاص الذين سيتسلمون المخدرات وأخبرهم بمكان ليه. وقبل أن يغادر أعطى ليه مشروبا على أنه عصير، لكنه لم يكن عصيرا في الحقيقة. أثناء انتظار ليه وصلت الشرطة وألقت القبض عليه، وبسبب المشروب الذي شربه اعتقدت الشرطة أنه مدمن، وتم إثبات أن المخدرات الموجودة في السيارة تخصه، فحكم عليه ودخل السجن ظلما. منذ لحظة دخوله الزنزانة اعتدى عليه المساجين ليرهبوه، وتحولت حياته إلى جحيم، وأصبح يتمنى لو أتيحت له فرصة واحدة فقط ليصلح ما حدث له. وفي اليوم نفسه تم تعيين مدع عام جديد يدعى كو، الذي قرر أن يتميز عن غيره، فخطط لتجنيد أحد تجار المخدرات ليساعده في القبض على البقية. بدأ كو في مراجعة ملفات السجناء، فلفت انتباهه ليه، وشعر بغريزته الأمنية أن ليه هو الشخص المناسب.
استدعاه وتحدث معه ولاحظ قدرته الاستثنائية للحفظ، فتأكد أنه الاختيار الصحيح، وطلب منه مراقبة كل ما يحدث داخل الزنزانة مقابل تخفيف عقوبته إلى النصف. يوافق لي على العرض ويبدأ في تنفيذ المطلوب منه، وأول خطوة كانت لفت انتباه زعيم السجن هونغ. يتعرض للضرب لكنه ينجح في لفت انتباهه، ويبدأ بنقل كل تحركاته إلى كو الذي يستخدم هذه المعلومات للقبض على عدد كبير من تجار المخدرات. يكتشف هونغ الأمر ويقسم على قتل ليه، لكن كو يسبقه بخطوة وينقله إلى سجن آخر. يترقى كو لاحقا ولا ينسى فضل ليه، فيزوره ويرسل الطعام لوالدته التي لا تعلم أنه مسجون. بعد خروج ليه من السجن يستمر التعاون بينهما، ويعرفه كو على نوع جديد من الهيروين مخصص للأثرياء، ويخبره أن الموزع الرئيسي له شاب يدعى تشول. في الوقت نفسه يتم القبض على فتاة مدمنة تدعى جين، وتعترف أن رئيس شبكة التوزيع يدعى تاي. يحاول الضابط سانغ القبض عليه، لكن لي يتدخل ويعطل العملية، ثم يسلم تاي بنفسه بمساعدة كو، ما يثير غضب سانغ. تتوالى الأحداث ويتعرض سانغ لمؤامرة رشوة ويدخل السجن ظلما، بينما يخرج تاي لاحقا باستخدام نفوذه. يكتشف تاي أن ليه هو من وشى عليه، فيقوم بتعذيبه ويجبره على الإدمان، ويحاول قتله حرقا، ثم يأمر بتعذيبه شهرا كاملا قبل قتله. ينقذه أحد مساعدي تاي ويتعافى لي لاحقا، وبعد الإفراج عن سانغ يكتشف الحقيقة ويتعاون مع لي، لكن جين تقتل في حادث مدبر، ما يدفعهما للانتقام. يتمكن لي من الحصول على فيديو يفضح جو ابن السياسي سيوب ويكشف فساده وإدمانه. يحاول كو تزويد الأدلة وإنقاذ الموقف، لكن لي يبث التسجيلات الحقيقية ويكشف كل شيء على الهواء مباشرة. تفضح المؤامرة ويكتشف فساد كو وسيوب، ويتم القبض عليهما. يواجه لي كو ويحمله مسؤولية كل ما حدث، ثم يتركه لمصيره. في النهاية، بعد أن يستعيد لي حقه، يسافر إلى تشاينا ليبدأ حياة جديدة في سلام، وينتهي الفيلم عند هذا الحد.